السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وجيت لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده اول لقاء بين زقزوقه والتوأم. طبعا انا اتطلب مني الفيديو ده وقالوا لي عايزين نشوف رد فعل زقزوقه لما تشوف ولادها التوأم، هل هتعرفهم ولا لا، وهم هيعرفوها ولا لا. فحبيت طبعا ان انا ارد على الاجابه دي بفيديو عملي. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم، وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده انا حطيت لزقزوقه خيار عشان طبعا ايه اشغلها بالخيار، يعني عشان ما تمشيش، واقدر اصور لكم الفيديو واوريكم رد فعلها كامل من البدايه. تمام. بس عايزه اقول لكم بقى، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك عشان تشجعوني وتعملوا لايك حلو كبير لزقزوقه وللتوأم بتاعها الجميل ده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده انا حطيتهم، هي كانت وهي بتاكل انا حطاهم جنبها، طبعا ما خدتش بالها نهائي منهم. حطيتهم فوق الصدفة على اساس تحس بيهم، برضو ما فيش اي احساس خالص. طبعا لو مثلا قطة او اي حيوان تاني حطينا حاجة على ظهره هيحس بيها، اما السلاحف لا خالص، مفيش يعني مفيش اي رد فعل زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا كنت بس بصوره لكم، نزلتهم هنا خفت عليهم عشان ما يقعوش من على الصدفة. طبعا برضو هي كل تركيزها زي ما حضراتكم شايفين كده في الاكل، بعكس طبعا بقية الحيوانات التانية. يعني مثلا لو القطة وجنبها اولادها هتاكلهم، لو الفرخة وجنبها كتاكيت برضو هتأكلهم، لو البطة، لو سوري الكلاب، يعني أي حيوانات سبحان الله بتولد من هنا. حتى اللي بيبيض برضو بيهتم بأولاده. أما السلاحف عندنا هنا وضع تاني خالص. زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو هي عمالة بتاكل. طبعا التوأم جعان وهي مش في دماغها خالص، حتى لو هم جعانين هي مش هتأكلهم، لأن هي ما عندهاش القدرة على إن هي تراعي السلاحف الفأس. سبحان الله، يعني ربنا مديها القدرة بس ان هي تحمل البيض وتدور على المكان المناسب لوضع البيض، من حيث التربة ودرجة الحرارة والرطوبة، وكمان الأمان ان هي ما تبيضش كده المكان البيض في اي مكان كده وخلاص، لا لازم تأمن على البيض كويس جدا. هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين التوأم هو جعان فشم ريحة الخيار فرايح عشان ياكل الخيار. وطبعا هنا زقزوقة كانت بتاكل بقية الخيارة اللي في بقها. طب في الوضع ده هي شافت ولادها جعانين، هل هتسيبهم ياكلوا الخيارة ولا ايه؟ زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. شايفين هي ولا في دماغها تاخد برضو الخيارة، برغم ان هم جايين عايزين ياكلوا معاها وهي شايفة ان هم جعانين. بس طبعا زي ما قلت لحضراتكم كده السلاحف ملهاش علاقة بالفأس نهائي. جعانين في خطر، مفيش خطر بعد كده، مفيش. هي زي ما قلت لحضراتكم كده المهمة اللي ربنا مكلفها بيها ان هي تحط البيض وتأمن عليه كويس وبس كده. البيض بقى بعد كده لما بيفقس استحالة الأم أو الأب حتى يتعرفوا على الفأس، ولا الفأس نفسه هيتعرف على الأم وعلى الأب، بعكس بقية الحيوانات التانية. سبحان الله، طبعا ربنا ليه حكمة في كل شيء. السلاحف البرمائية بتطلع تبيض على الشاطئ بره وبتدفن على البيض، وسبحان الله اول ما السلاحف بتفقس بتبقى عارفة اتجاه البحر من غير ما حد يعلمه لها، وبتبتدي تاخد الاتجاه على البحر على طول وتنزل البحر. طبعا كتير جدا بيقابلها بقى حيوانات مفترسة بقى بتاكل نص السلاحف دي، والبقية السلاحف طبعا عادي بقى بتوصل للبحر بسلام. طبعا السلاحف البرية نفس الحكاية، الأم بتدفنها وما بتجيش جنبها خالص. وبرضه هي بعد كده بقى بتطلع من البيضة وبتبتدي تتأقلم بقى، تدور بقى على الأكل اللي هتاكله، وربنا بقى بيلهمها الحاجات دي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا ربنا ليه حكمة في كل شيء. هنا طبعا زقزوقة خلصت الخيار وبرضو ما تعرفتش على السلاحف. زي ما حضراتكم شايفين هي شايفاهم بس ما تعرفش ايه دول حاجة بتتحرك قدامها وخلاص. طبعا انا ينفع اسيب السلاحف الفأس مع زقزوق وزقزوقة في البيت؟ طبعا ما ينفعش. شايفين فرق الحجم؟ لو زقزوقة مشيت وهي طبعا ما تعرفش ان دول اولادها، ممكن تدوس عليهم تفعصهم وتموتهم. فطبعا احسن حاجة ان احنا
نبعد السلاحف الفأسة عن السلاحف الكبيرة لغاية ما الصدفة بتاعتها تقوى ويكبروا ويكونوا يعني يقدروا بقى يتعاملوا زي زيزي كده، يكونوا في حجم زيزي مثلا. ده كان فيديو سريع، يا رب الفيديو ينال اعجاب حضراتكم. ما تنسوش اللايك، واذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. بحبكم في الله، باي باي.